بحب ربنا؟ بحب ربنا، بس قد ايه؟ والمحبة ديت هي شوف، هو الكتاب يقول كده: تحب الرب إلهك من كل قلبك. مفتاح الآية ديت مش المحبة، مفتاح الآية ديت كل القلب، كل الفكر، كل القدرة، كل النفس. أنا بحب ربنا حتة والباقي براحتي، يعني أنا مديله حتة من القلب لكن مش كل القلب. محبة الرب من كل القلب، يعني كل كياني بحب ربنا، وبالتالي ما أقدرش أروح أعمل خطية، ما أقدرش أحب الخطية، لأن قلبي ما فيهوش حتة يحب حد تاني خلاص. ولما القلب ده كله مالي، كيانه كلي مليان محبة ربنا، بالمحبة بتاعت ربنا دي أقدر أحب أهلي وعيلتي وأبويا وأمي وأخواتي وولادي. عشان كده في يوم من الأيام المسيح قال: اللي بيحب أب وأم أكتر مني لا يستحقني. يعني إيه يا رب؟ قال: أمال إيه؟ واعتبرها في وقت أوقات إنها بغضة. يعني إيه؟ قال لك أنت لازم كل قلبك يبقى فيه محبتي أنا، تطلع إشعاعات محبة من قلبك اللي أنا فيه كله، بيها تحب اللي ليك. لكن القلب ما يتقسمش، هي دي مشكلة بس اللي عندنا، إحنا مقسمين القلب. في ناس مقسمينه 4/4، وناس معاملينه مسدس، وناس عاملينه متمن وليه شريحة كده. ما اقدرش اقول لك ما بحبش ربنا، بحب ربنا، بس جنبيه حاجات تانية متساوية. عشان كده يظل هذا السؤال اللي يسأله روح الله لكل واحد فينا كل وقت: انت بتحب ربنا من كل قلبك؟ في يوم من الايام المسيح قال لبطرس كده: يا سمعان ابن يونا، اتحبني اكثر من هؤلاء؟ انت بتحبني اكتر من شغلك؟ يعني هو كان بيصطاد ومش قادر الحكاية الصيد دي تطلع منه، بالرغم ان المسيح دعيه يبقى تلميذ يمشي وراه، وظهر له ظهورات كتير جدا، الا ان في الاخر برضه خالص يعمل ايه؟ ياخد 6 من التلاميذ، 7 من التلاميذ، ويروح رايح يعمل ايه؟ يصطاد. انا بتحبني اكتر من هؤلاء؟ انت محبتي مالكة جوه قلبك؟ راجع نفسك، راجع درجة حبك، قوة حبك، ملكية حب الله على قلبك فين؟